السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم على الدكتور تازي وزوجته المتابعين بالاتجار في البشر. الحكم على الدكتور تازي ب30 سنة نافذة وزوجته ب20 سنة نافذة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل شيء إلا الاتجار في البشر. وكان كيبين واحد الصورة اللي زوينة على راسه ولا مرته، ولكن كل شيء غير نفاق. والله أعلم. قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل قليل بالسجن في حق الدكتور تازي لمدة 30 سنة سجنا نافذة، فيما أدانت زوجته ب20 سنة نافذة. ويذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت تابعت في وقت سابق المعني بالأمر، وزوجته وشقيقه وطبيبة رئيسة بمصلحة يمتلكها بتهم ثقيلة من قبل جناية الاتجار بالبشر عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكاب للتقاصيرين دون سن 18 سنة مما يعانون من المرض والفقر والهشاشة. يعني هالسيد كان كيجيب الوليدات الصغار اللي حنا اغلبيه ولينا كنشوفو الوليدات من 10 سنين حتى 18 عام كيغبروا فين كيمشوا الله اعلم، والديهم كيتحرقوا عليهم وهما يا كيبيعوا وكيشرو فيهم. والله اعلم، نقولها عاوتاني الله اعلم. هادشي اللي كنشوفو فيه بزاف 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 بزاف. بركة غير الفقر اللي عايشينه، بركة غير الهشاشة، بركة غير التهميش، الصحة. بزاف الحوايج عاد نزيدو بالاتجار بالبشر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما بقاش نثقوا في الناس، هذا هو أهم حاجة. ثقة في الله سبحانه وتعالى.